هل تعلم يا عزيزي المشاهد انه المقطع تبع الاندومي اللي نزلته قبل كم اشهر جاب 20,000 مشاهد؟ لا ننسى كمان اللايكات، جاب فوق ال 200 لايك. لا هذا شيء عظيم بالنسبة لي ولك يا عزيزي المشاهد. بالنسبة لي صح، بس بالنسبة لك الله أعلم. في هذا المقطع قررت إني أعمل لكم مقطع أندومي ثاني، حتى لو تشوفوا الفرق ما بين هذاك الفيديو، كيف طريقة الإلقاء، كيف وراء إيش كان، ودحين شوف طريقة الإلقاء، يعني اختلاف 180 درجة. يلا خلينا نبدأ. فالمهم بالمقطع هذا راح نشوف مو بس الأندومي، راح نشوف الأندومي والرامن تبع الكوريا وكذا وكذا. فالمهم شوفوا هنا هذه العملية بعد خلاص بالأخير وكذا، بالنص تبع استخراج الأندومي. خلينا نشوف اول شيء، فراح يعني بعد قليل راح يورونا من البدايه. فخلينا نشوف، يعني في المقطع راح تشوفوا الاندومي مع الرامن الكوري. فخلينا يلا نشوف. اوكي هنا اعتقد شوف عمليه الطحن، عمليه او الضغط تبع الاندومي. هنا شوف الاشكال، هذا الرامن، هذا تبع استخراج او صنع الرامن. هنا الاندومي، هنا اعتقد الرامن الكوري. شوف عمليه تقطيع، وكل حبه تروح في صندوق معين. شوف هذا مو تبع الاندومي، لا هذا رامن، هذا الاندومي. شوف الاندومي على شكل مربع اللي نعرفه، ولكن الرامن يكون على شكل دوائر وينحط في علب معينة وكذا. فشوف هنا كل هذا اندومي، هنا لا. شوف الرامن يكون كذا حبة طويلة وتتقطع وتروح كل واحدة في صندوق كذا يكون على شكل دائري. فشوفوا هنا هذا اندومي، يعني راح تشوفوا كذا وكذا تخيل. هنا شوف تقتطع، شوف كل ما تقتطع تروح ايوه هذا الصندوق اللي تكلمت عليه، كل واحدة تروح لصندوق معين. فهذا هو الرامن الكوري. هذا نقول الفرق ما بين الاندومي ورامن كوري، فهذا الفرق بينهم. هنا شوف على شكل دوائر، يعني هذا الرامن شوف، وكل واحدة تروح في علبة معينة ويعملوا بداخلها بهارات. ما في فرق. هنا الاندومي، هنا الاندومي على شكل مربعات. فمن هنا البداية يجيبوا الطحين راح يجنوه ويخلوه على هذه الاشكال. وهذه البهارات مدري كيف يخلوها على اشكال قاسية، والان يطحنوها. شوف عملية طحن، يطحنوها ويخلوها على شكل هذا التراب. والله ما ادري ليش الان خلاص شوفوا يحطوها في علب. انا لسه ذاكر من المقطع الاول، ذاكر المراحل. فاوكي حطوها الان في علب وخلوها الان مدري ايش يعملوا. خلينا نشوف بالضبط. اوكي ما ادري ليش تعاد المقطع. هنا شوف قلت من البداية، هنا عملية الطحن. شوف يخرجوا الطحين، لما يخرجوا الطحين يخلوه اول شيء يعجنون. ضروري العجن والتنقية وكذا. شوف هنا عملية العجن وكذا. شوف هنا اوكي شوف قاعدين يعجنوا العجين. وهنا عملية الضغط، يدخلوا الآلة يخليه تضغط وبعدين يقطعوا الاشكال اللي نعرفه. فشوف هذه الآلة كيف خليته وقطعته. هنا هذه الآلة اللي خليته بالاشكال اللي نعرفه. شفتم هذا هو الاندومي. فآلة يعني آلة، ما في الإنسان ما يتدخل بهذا الموضوع. فشو آلة بوحدها عملت هذا كله، يعني تطور. هنا أوكي خلاص تقطعت بشكل عمودي أو أفقي ما أدري بالضبط، والآن بتتقطع بشكل عمودي. هنا شوف بتتقطع على شكل عمودي، كل واحد تروح فيه مربع معين. شوف هنا أوكي والله يعني شيء حلو صراحة، تنصدم. يعني إذا كان في بشر في تدخل بسيط بالموضوع، يعني الآلة هي اللي تعمل هذا كله. شوف هنا المربعات الاندومي، مربعات كل واحدة تروح مربع معين. والآن يعني تضيف البهارات اللي كانوا في الأكياس الصغيرة وتروح كل حبة معينة. هاي شوف أنا تكلمت عن البهارات، جات في الموضوع في وقتها المناسب. شوف هنا كل اندومي لها بهارات معينة، والآن عملية تغليف. يعني الموضوع مو صعب أبدا، الموضوع سهل. وهنا كل 4 حبات في كيس شفاف، وكل 4 حبات أو 6 حبات يحطوها في صندوق ويعملوا صناديق. يعني في الدقيقة الواحدة مدري كم مليون. لا تبالغ. هنا هو الرامن الكوري اللي يكون على شكل دوائر وتنحط في علب معينة، مش زي الاندومي اللي تكون على شكل مربع، واللي تعرفوه انتم تلقوه في المتاجر والدكاكين ولا. فشوفوا هنا شوفوا على شكل هذا هو الرامن، يكون على شكل دوائر. فهمتم؟ على شكل ما ادري الشكل، هذا الشكل اللي يظهر لكم دحين. فشوفوا كل حبة تروح لها صندوق معين. فهاي الصناديق اللي تكون عندهم بكوريا. الله شوف الآلة. هنا هذا البهارات تبعهم او الصويا، لا مو الصويا، المهم هذا الحار تبعهم. الآن بنرجع للزمن ونشوف كيف تتم عملية الصباغة لما يعمل طحن وكذا. فالآن كيف تصبغ، كيف يجي من هذاك اللون الأصفر. فهذا هو اللون الأصفر اللي يجيبوه ويخلطوه مع العجين اللي طحنوه أول في البداية، ويعني يعملوه ويرشوه من فوق.
فهذا اللون الأصفر اللي يظهر. يعني الآن بنرجع بالزمن، في بعض الأحداث اللي ما ظهروها بالمقطع بنجيبها من هنا. شوف هنا، اوكي هنا اللون الاصفر، شوف اللون الاصفر اللي تساءلوا عنه جاء من هذاك الشاحن اللي جت منه. اوكي، فبالنسبه يعني الاشخاص اللي يتساءلوا كيف تتم عمليه الضغط بعدين تقطيع الاشكال اللي نعرفها، فهنا الان يعملوا عمليه طحن، وبعدين الان هتكون هذه الاله. شوف عمليه الضغط، هي الاله ومساعدة بعض البشر يعني. شوف هنا يدخلوها هنا، والاله هي اللي بتضغط بتخليه تخرج على هذه الاشكال، وبعدين بتدخل لهذه الاله، والاله هذه تقطعها بالاشكال اللي نعرفها. فيعني ما شاء الله التقدم التكنولوجي، يعني خلاص ما نحتاج البشر، وخلاص هذه الآلة هي اللي تقطع. يعني هذا شيء طبيعي. ما هو بالنسبة للأشخاص اللي يتساءلوا عن يعني كيفية صنع البهارات، هذه قلت تكون بالكيس الصغير أو كذا، فمن هنا شوف يعملوا هذه الصويا، يعملوها ويزيدوا فوق منها سكر. فراح تشوف السكر، أنا لسه عاقل يعني من فيديو المقطع الأول. فراح تشوف هذه الصويا ويزيدوا فوق منها سكر. شوف يعني ذكاء ما شاء الله، يزيدوا فوق منها سكر. خلاص ما أدري، هذه بهارات أعتقد أو حار أعتقد. فيتم عملية الخلط. هذا الخلط ضروري في أي مكان، وهنا يخلوها يعني في قوالب تنحط في ثلاجات خاصة لمدة 24 ساعة، وبعدين يكسروها وخلاص تعمل عملية طحن مرة ثانية. وهذه هي البهارات اللي نعرفها. كيف عموما هذه مقطع اليوم، اتمنى عجبكم. فهذا كان يعني جولة داخل المصنع الاندومي، او مو بس الاندومي والرامن الكوري. نعم. فعموما هذا كان مقطع، اتمنى ان عجبكم. اللايك اذا كان المقطع الاول جاب 200 نجيب هذا المرة 500. انا ما ارضى الا بال 500. فعموما هذا كان مقطع اليوم، مع السلامة.